بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز تكنوجاز 5 شعلة. فالعيب مش شرط نوع البوتاجاز، جميع انواع البوتاجازات ممكن يكون العيب ده فيها. ادي الصبع مربوط بمسمارين، في منهم مسمار وقع، فالمسمار ده بقى تقيل لانه ما بيركبش في مكانه، في مشقبية جوه لازم يركب في الجزرة جوه، بيبقى ليها فيها مشقبية، لازم الصبع النحاس يخش فيها. فهو اول حاجة انا بظبط بس الصبع النحاس في المشقبية، اظبطه الاول بس كده اهوت، واشبط المسمار اللي هو مهوي ده. لو ربطته ولقيت الرباط والشغل المحبس يشتغل معاك صح، يبقى اربط التاني، هو يشتغل على واحد عادي، بس انت لو عندك مسمار تاني يا ريت تربطه. اهو جربت كده تمام، كده انا كده تمام. كده هحط بقى المسمار التاني. المهم اللي انا ثبت الصبع النحاس لجوه كده اهو. اهم حاجه السوسته دي شغاله، دي اهم حاجه، السوسته دي شغاله. هو الحمد لله ان المسمار التاني موقعش، لان المسمار التاني اللي وقع كان الصبع كله هيقع، يبقى نص المحبس راكب والنص ايه بره. بص انا حاطط المغناطيس ازاي، هقول لكم فكره المغناطيس دي ليه. طبعا هو في مسامير بيبقى في مفكات بيبقى فيها مغناطيس خفيف كده، بس مع الشغل بيروح. فانا حاطط المغناطيس اهو لازمته يبقى معلق فيه المسمار كده المسمار مش هيقع، كده المسمار مش هيقع. بص لو هيقع هيمسك في المغناطيس عشان ما يقعش مني جوه، ما اعرفش اجيبه. لا انا كده ربطت المسمار اللي ناقص اهو. جربت كده تمام، وراجع على كله. اي حد عنده بوتاجاز يحس ان المفتاح بيتهز كده، بيتهز زياده عن اللزوم، يشيل المفتاح ويربط الصواميل الصليبه جوه، ده مفك صليبه رفيع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.